Don't forget to subscribe to David's channel for more great content. Hit the like button if you enjoyed this video. Thanks for watching and see you next time. Thank you. You're welcome. ازيك يا باشمهندس، اخبارك ايه؟ وانا في ثانويه عامه كنت بقدم على جامعات بره مصر، كان في رينج شهر 12. المهم وانا بقدم على الجامعات لقيت في مرحله كده في التقديم محتاج ابعت لهم شهاده الايلتس بتاعتي عشان تثبت مستوى اللغه بتاعي وان انا اقدر اقدم في الجامعه دي. بس المشكله وقتها ان انا ما كانش عندي شهاده ايلتس، او انا ما امتحنتش ايلتس قبل كده. شفت ان انا كان قدامي حوالي اسبوع والتقديم على الجامعات يقفل، فدخلت على موقع ايلتس وبدات اشوف المواعيد المتاحه اللي ما اقدر اروح امتحن فيها، ولقيت ان اقرب ميعاد بعد 3 ايام. كان ريسك اروح امتحن وانا ما حضرتش للامتحان، ولا ما امتحنش اصلا وما اقدمش على الجامعات بره مصر. اللي حصل ان انا قلت اخد الريسك، وفعلا حجزت الامتحان ودفعت ثمنه ورحت امتحنته في بريتش كونسل اللي في القاهره. وبعدها بيومين ظهرت النتيجه وجبت سكور 6.5. سكور 6.5 ده معناه ايه؟ ده معناه ان انا ما يعادل B2 في الانجليش. B2 لما نشوفها في المستويات فالانجليش بيتقسم ل A1 ده اقل حاجه، و A2 بعدها B1 B2 و C1 و C2، ف C2 ده اعلى حاجه و A1 ده اقل حاجه. فهو اللي يعتبر قريب جدا من السي 1 اللي هو مستوى الفلوينت، المواطن اللي بيتولد في امريكا اصلا وبيكون اللغه الاصليه بتاعته انجليزي. والجامعات بره مصر وقتها كانت بتقبل من انجليش 6، فكان السكور يأهلني اني اقدم في جامعات بره مصر او ان انا ابعت لهم شهاده الايلتس. وبعدها بفتره نتيجه الجامعه ظهرت واترفضت في الجامعه لاسباب تانية غير الانجليش. بس ايه اللي انا عملته في ال3 ايام خلاني اجيب سكور 6.5؟ مش ده موضوع الفيديو، لان مش اللي حصل في ال3 ايام هو اللي خلاني اجيب سكور 6.5 او اجيب سكور عالي عامه، ولكن اللي حصل قبلها بحوالي سنه ده اللي على مستواي. تطوير الانجليش مش كورس شهر تقدر تاخده فالانجليش بتاعك يتطور من مستوى مفيش خالص لمستوى رهيب. الانجليش او اللغات عامه طريقه التطوير فيها او انك تعلم مستواك فيها مختلفه خالص عن اي حاجه تانية. يعني لو عايز تطور مستواك في البرمجه فبتاخد كورس برمجه، عايز تطور مستواك في الرسم بتاخد كورس رسم، ولكن اللغات ما ينفعش نتعامل معاها بالطريقه ديت. اللغات ممارسه. واحد اعرفه سافر ايطاليا، الدولة ديت بتتكلم ايطالي وهو لا يفقه اي شيء عن الايطالي. بعدها بسنة تقريبا نزل مصر وبكلمه انت عملت ايه في اللغة وبتاع، قال لي ان انا رميت نفسي، كل حاجة حواليا كانت ايطالي، اليوفط في الشوارع الناس بتتكلم ايطالي، الجرايد الفيديوهات، كانت قاعد في بيئة كله حواليه حرفيا ايطالي. فبالتالي بدأ يلقط واحدة واحدة من كل حاجة، بقى يقدر يتكلم ويكتب ويقرأ ويسمع وما عندوش اي مشكلة في اللغة. عارف ايه الفرق ما بين الطالب اللغات والطالب العربي؟ هل طالب اللغات بيكون الانجليزي بتاعه احسن علشان هو درس انجليش كويس في المدرسة؟ بنسبة كبيرة لا، مش المادة الانجليزي اللي بيدرسها طالب اللغات في المدرسة هي اللي بتعلم مستواه، ولكن ان كل المواد انجليزي. انت عندك الساينس بالانجليزي بقى، فيزيكس وكيمستري وبيولوجي، والماس كله بالانجليزي، فهو بيقابل مصطلحات كتيرة انجليزي على مدار يومه، فبالتالي مستوى الانجليزي بتاعه بيتحسن، مش مادة الانجليزي او تدرسها. دلوقتي وصلنا انك لازم تكون عايش في بيئة حواليك حاجات كتيرة انجليزي، فبالتالي مستواك في الانجليزي لوحده هيزيد. طب انا واحد عايش في مصر، ازاي طورت مستواي وخليت كل حاجة حواليا انجليزي؟ خلينا نكون متفقين في الاول ان الانجليزي بينقسم ل4 حاجات اساسيه غالبا انت عارفهم: speaking تحدث، listening استماع، writing كتابه، وreading قرايه. محتاجين ال4 حاجات دول يكونوا في يومك علشان تحسن مستواك فيهم. انا هكلمك عن كل حاجه بالتفصيل وازاي انا كنت بخليها في يومي ان انا بطور مستواي فيها. اول فرعين الاستماع والقرايه. انا ما بحبش قرايه الكتب عامه بالانجليزي، يعني ممكن اكون بقرا روايات بالعربي ماشي، بس لما بتيجي في الانجليزي بحس الموضوع ممل، ولما بقابل كلمه بقف عندها مش بعرف اكمل. ازاي اقرا واسمع في نفس الوقت واحسن مستواي فيهم؟ انا مشيت بطريقه، وانا الفيديو ده كله انا بكلمك على التجربه بتاعتي، مش بكلمك عن شويه نصايح كده لقيتها على النت فبقولها لك، انا بقول لك على اللي انا عملته. انا كنت بتفرج على افلام ومسلسلات اجنبي كتيره جدا كتيره جدا، بمعنى كل يوم على الاقل حلقه لمسلسل انجليزي. الحلقه ديت بتكون مدتها ساعه تقريبا، وبيكون الترجمه تحت انجليزي مش عربي، يعني اللي الممثل بيقوله في الفيلم مثلا نفس الكلام اللي بيقوله بيتكتب تحت بالانجليش. واحد هيقول لي طيب الكلام اللي بيقولوه في المسلسلات الانجليش اغلبه بيكون صعب عليا، انا مش بفهمه. في مسلسلات الانجليزي بتاعها سهل، وافلام نفس الكلام. هديك 3 امثله لفيلمين ومسلسل من اروع الافلام والمسلسلات اللي ممكن تتفرج عليها، وفعلا انت الاحداث نفسها هتشدك. هتلاقي الانجليزي اللي مكتوب تحت نفسه سهل انك تقراه وتفهمه، فبالتالي انت لما تيجي تتفرج على افلام ومسلسلات
الاستماع انك بتسمع الكلام اللي بيقولوه، والقرايه انك بتقرا الكلام اللي بيقولوه، فانت خدت ايه؟ عصفورتين بحجر. طب ايه الافلام اللي ممكن تبدا بيها؟ اول فيلم اسمه فيلم ذا سوشيال ديلاما. الفيلم ده هو فيلم وثائقي، يعني مش مكون من ممثلين واحداث، عن تجربة موظفين كانوا بيشتغلوا جوه شركات السوشيال ميديا. يعني جايبين واحد كان شغال مدير تنفيذي في فيسبوك، وواحد مش عارف كان مدير مش عارف ايه في يوتيوب، واحد كان بيعمل ايه في تيك توك، وجايين يتكلموا عن اللي بيحصل جوه الشركات عشان تكسب فلوس اكتر من المستخدمين بطريقه غير قانونيه قوي. يعني مثلا بيقولك ان كل ابلكيشن مصمم بطريقه معينه علشان يقدر يخلي الواحد يدمنه ويستخدمه فتره اطول. طب مصمم ازاي؟ بيبدا يحكي لك ازاي بيخدعوا العقل في التصميم علشان يقدر يستخدم الابلكيشن فتره طويله. فيلم ممتع جدا وبيكشف لك حاجات كتيره احنا مش بناخد بالنا منها واحنا بنستخدم السوشيال ميديا. ده الفيلم الاول. الفيلم التاني برضو مشهور قوي اسمه انترستيلر. ده بيتكلم عن واحد سافر الفضاء، فالوقت في الفضاء بيعدي بسرعه مختلفه عن في الارض، فلما رجع الارض بيلاقي الناس اللي كان بيقابلهم ناس نصهم ماتوا وناس سنهم بقى اكبر منه مع ان هو كان الكبير. ومش عايز احرق لك الفيلم، بس فيلم رهيب لو انت بتحب الفضاء والحاجات اللي زي كده. تالت مسلسل واللي مخليه للاخر عشان هو رهيب قوي اسمه بريزون بريك. انت بتعيش جواه رحله مع الشخصيات وبتتعلق بيهم بطريقه رهيبه. هو مسلسل مكون من 5 مواسم، بيتكلم بشكل اساسي عن مهندس، وانا عايز اقول لك ان انا حبيت الهندسه بطريقه مش طبيعيه بعد ما خلصت المسلسل ده. بيتكلم عن مهندس عبقري بنى سجن حرفيا مفيش سجين يفكر يهرب منه. بتمر الايام وبتحصل حدث كده بيخليه يدخل السجن ده بالصدفه، نفس السجن اللي هو بناه. فكان التحدي في الموسم الاول كله ازاي يهرب من سجن هو اللي مخطط له ومؤسسه، مش عامل ولا مفر واحد فيه. الموسم الاول بيبقى عباره عن ازاي بيهرب من السجن، والمواسم التانية ازاي بيهرب من الشرطه بعد ما بتجري وراه، وبيدخل سجن تاني وبيحاول يهرب منه تاني. تحب الهندسه وازاي الطريقه اللي بيفكر بيها، والانجليزي بتاعه مش سهل ولذيذ، يعني مش صعب، لانه المسلسل مش قديم قوي ولا جديد قوي، فالمصطلحات برضو فيها مش صعب. اتكلمنا كتير عن افلام ومسلسلات، خلينا نتكلم شويه برضو عن فيديوهات اليوتيوب. زي ما انت بتدخل على اليوتيوب تتفرج عن فيديو عن اي حاجه بتقابلك او المحتوى اللي انت مهتم بيه، كل حاجه حرفيا موجوده ليها صناع محتوى اجانب. يعني مثلا انت عايز تتفرج دلوقتي على فيديوهات بالانجلش عن التكنولوجيا مثلا والبرمجه، اكتب كده مثلا بروجرامر لايف ستايل، هتلاقي لك في مبرمجين كتير بره مصر كل واحد بيتكلم عن ايه اللي بيعمله في يومه وشكل الشركه اللي بيشتغل فيها وازاي بينظم يومه ووقته وايه التاسكات اللي بتطلب منه. سوشيال ميديا ديتوكس، هيجيب لك ناس بتحاول لمدة مثلا 7 ايام تبطل استخدام سوشيال ميديا، وبيصوروا كل حاجة بتحصل في يومهم وبيبدلوا وقت الموبايل بوقت ايه. يعني انت هتدخل كده جوه عالم فيديوهات واحدة واحدة، هما بيتكلموا بالانجليزي والترجمة اللي مكتوبة تحت بالانجليزي، فانت هتلاقي انك بتتفرج على محتوى انت بتحبه وكل حاجة انجليزي حواليك، فواحدة واحدة المستوى بيتطور. دي حاجات تعملها كل يوم في يومك، فبتستبدل العربي بالانجليش واحدة واحدة، فمستواك في الانجليش بيزيد. طيب ده كان بالنسبة للليسننج والريدنج، القراية والسماع. الرايتنج او الكتابة مهمة جدا، وانا كنت في الفترة اللي بقدم فيها على الجامعات بكتب ليهم مقالات كتيرة جدا، ولكن انا دلوقتي مثلا بكتب كل يوم بالليل اللي حصل معايا في اليوم عن طريق ان انا بكتب مقال بالانجليش صغير، بكتب انا خلصت النهاردة كذا كذا، لو في حاجة حصلت مهمة بكتبها، لو ورايا حاجات اعملها بكرة بكتبها، كل الكلام اللي بكتبه بالانجليزي. المهم تكتب اللي في دماغك، تكتب الحاجات اللي حصلت معاك في اليوم وخلاص، تكتب مثلا جملتين 3 4 5 على حسب، انت واحدة واحدة هتلاقي نفسك بتكتب اكتر والكتابة بالنسبة لك اسهل. ولو عطلت في كلمة جوجل ترانسليت معاك، تشوف الكلمة ديت بالعربي ايه وترجمتها بالانجليش، وتلاقي كلمات محتاج تستخدمها ومش عارف معناها بالانجليش. ده اللي مطلوب اصلا، انك تتعلم كلمات جديدة. ثالث حاجة والاخيرة وهي السبيكينج او التحدث. بصراحة انا مكنتش لاقي حل للقصة ديت. انا دلوقتي كل اللي حواليا بيتكلموا عربي، ازاي الاقي حد اجنبي اتكلم معاه؟ فكان في 3 حلول. الحل الاول هو ابلكيشن بفلوس زي كامبلي، بتدفع له مش عارف رقم كل شهر وبيديك عدد ساعات معين تتكلم مع مدرس انجليش، وده كان مكلف بطريقه مش طبيعيه فاستبعدته. تاني حل انك تتكلم مع اجانب على ابلكيشنز التبادل، اللي هو الناس بتتعلم انجليش وناس تانية بتتعلم انجليش، تتعلم فتجيب لك واحد اجنبي تتكلم معاه، وده كان ممتاز، استخدمته فتره بس حسيت برضو الموضوع ما كانش سلس قوي. مش دايما بدخل الاقي اللي قدامي اصلا بيتكلم انجليش كويس وانا داخل على الله وزيه، فاحنا الاتنين مش عارفين نوصل لحاجه مع بعض، ما هو اللي داخل جاي يتعلم زيي. فالحل الثالث واللي انا اكتشفته من قريب
هو شات جي بي تي. تعالى اوريك مثال. Hi GPT, how are you today? Hi, David. I'm doing well. Thanks for asking. How about you? I'm doing great. Look GPT, I'm trying to practice English, so can you help me with that? Absolutely. We can definitely practice English together. Is there a specific area or topic you'd like to focus on? Let's talk about making videos on YouTube. Great choice. What aspect of making YouTube videos are you interested in? Are you thinking about planning, shooting, editing, or something else? Sure thing. Hi, everyone. It's great to be here with David today. We're going to have a fun chat and practice English together. Thanks for tuning in. Say subscribe and the stuff like that. Don't forget to subscribe to David's channel for more great content. Hit the like button if you enjoyed this video and leave a comment below. Thanks for watching and see you next time. Thank you. You're welcome. تقول لها في الاول انا عايز اتكلم انجليش معاك، هتقول لك عايز تتكلم عن ايه، تختار اي موضوع يهمك وتلاقي الدنيا بتمشي سلسة جدا والانجليش بتاعها واضح وبسيط. فالشات جي بي تي رهيب قوي لو عايزه تستخدمه كوسيله انك تطور بيه الانجليش بتاعك. بيتم ازاي؟ عادي بتنزل ابلكيشن اسمه شات جي بي تي على البلاي ستور، وهتلاقي فيه هنا كده شكل سماعه بتدوس عليها وبيفتح لك الفويس تقدر تكلمه. تقدر دي تتكلمي باللغه العربيه أستطيع التحدث العربية. كيف يمكنني مساعدتك اليوم؟ وتتكلم بالعربي او باي لغه عادي، بس انت كلمها انجلش عشان تحسن اللغه بتاعتك. في ابلكيشنز طبعا كتير بتطور اللغه زي دوالينجو وميمورايز، بس يعني انا نزلتهم فتره ولقيت نفسي مش ملتزم قوي فما كملتش. ولكن طبعا هم بيفيدوا لان هم بيحاولوا يشوفوا كلمات جديده يضيفوها للغتك. ولكن يعني انت لو عملت كل دوت هتكون كافي جدا انك تتفرج على مسلسلات وفيديوهات على اليوتيوب بالانجلش ويكون الترجمه تحت انجلش. وفي موقع مشهور قوي اسمه اف موفيز، ده بيكون عليه الترجمه الانجلش اللي بحكي لك عليها. تابع عن طريق انك بتكتب اللي حصل معاك في يومك كل يوم مثلا بالليل بمقال انجلش بسيط، وفي الاخر انك تتكلم انجلش مع شات جي بي تي. وانت لو واحده واحده تتفرج على اليوتيوب بفيديوهات انجلش ليها علاقه بمجالك، هتلاقي اليوتيوب كله واحده واحده قلب انجلش بقى. كل ما تفتح يوتيوب تلاقي كل اللي حواليك انجلش في مجالات انت بتحبها وبتحب تتفرج عليها وتسمع معلومات جديده عنها. فواحده واحده هتلاقي مع الممارسه وانك تحط نفسك في البيئه المحاطه بالانجلش. لينكد ان مثلا ابلكيشن مهم قوي يكون بتستخدمه وانت في الكليه عشان هيفيدك بقى بعد الكليه يجيب لك شغل. ده كله انجلش، تشوف ناس برضه بتتكلم في مجالك. فهي بتمشي كده، انت بتحط نفسك وسط انجلش كتير، واحده واحده هتتعلم الكلمه اللي تقف قدامك ترجمها واستخدمها في كلامك. دي كل حاجه انا جربتها ولقيت ان هي اشتغلت معايا. ولما اضطريت امتحن ايلتس ومن غير ما احضر له امتحنت وجبت سكور كويس قوي. فبس كده، دي كانت كل حاجه بالنسبه للفيديو النهارده. اشوفك ان شاء الله في الفيديو الجاي. انت طبعا ما تنساش تعمل سبسكرايب ولايك والكلام ده كله، وممكن تعمل تيست لمستواك في الانجليش. في حاجه اسمها براكتس تيست جوه موقع ديولينجو على النت، تقدر تدخل تشوف مستواك في الانجليش واكتب لي في كومنت ايه مستواك دلوقتي. وبعد شهر من تنفيذ شويه النصايح السريعه ديت اعمل الامتحان تاني، شوف مستواك وصل لفين، وادخل على الفيديو تاني واكتب لي مستواك زاد من ايه لايه، وادخل تاني على الفيديو واكتب كومنت تاني وقول لي مستواك وصل لفين. الشات جي بي تي ذكيه بطريقه مش طبيعيه، وهتتكلم معاها كانها انسان حقيقي. تلاقيها بتكلمك في مواضيع وتقول لك نصايح وما تحسش ابدا ان هي روبوت بتتكلم معاه. الذكاء الاصطناعي ذكي بطريقه حقيقي تخوف. هنتكلم عن القصه ديت في فيديو جاي. مع السلامه.